السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية اللي مش مقصرين معايا في الدعم وفي اللايك. النهاردة هنتكلم على أكتر من حاجة، أولها فوز البرتغال بتكسب غانا 3-2. كريستيانو رونالدو بيحقق رقمين جداد في مسيرته، هو اللعيب الوحيد في تاريخ الكورة اللي سجل أهداف في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم. تاني حاجة، ممكن اللعيب الأول في تاريخ البرتغال اللي يقود المنتخب وهو ملوش نادي، طبعا بعد فسخ التعاقد مع مانشستر. اما بالنسبة لماتش البرازيل فهي بتكسب صربيا 2. الجونين ولا اروع، نيمار بيتصاب اصابة وبيطلع بديل، ممكن تخليه يغيب عن الماتشات الباقية في دور المجموعات ويرجع من دور ال16. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. اما بالنسبة لاهم الماتشات في كاس العالم بكرة بتاريخ 26 نوفمبر، ففرنسا هتلاعب الدنمارك الساعة 6 بتوقيت مصر، الأرجنتين هتلاعب المكسيك الساعة 9 بتوقيت مصر، ده بالنسبة لكأس العالم. تونس هتلاعب استراليا الساعة 12 بتوقيت مصر. ودي كانت الأخبار المتعلقة بالمونديال. أما الأخبار المحلية فالزمالك هيلاعب المصري بكرة الساعة 5. قائمة الزمالك نزلت ونزلناها على القناة بتاعتنا هنا، هيغيب فيها أهم الغيابات، يعني فيها سامسون ونضاي وفتوح. ربنا ينصر الزمالك بكرة ويبقى ماتش قوي في الكاس. اما بالنسبة لمرتضى منصور وعدم ظهوره على القناة يوم الخميس زي ما هو كان قايل، فبيقول انا مظهرتش على القناة علشان انا برج الجوزاء وانا اتخنقت ومزاجي مش حلو، وكل شوية باخد شنطة الورق وبروح بيها على القناة واقعد اقول الزمالك بينهار، السلة بتنهار، واليد اللعيبة عايزة تفسخ عقودها علشان مفيش فلوس، والموظفين مش عارفين نقبضهم، ومفيش اي حد بيرد علينا، وسايبين ممدوح عباس يعمل اللي هو عايزه في النادي. ربنا يوفق الزمالك بكرة ونكسب. ربنا يوفق كل المنتخبات العربية في كأس العالم. لو عجبكم الفيديو اتمنى تدعموني بلايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم.